القصه ديالنا كتبدا مع خونا القرع اللي سميتو ارثر، قاتل ماجور من داك الشيء الرفيع يرجع لك اي جريمه كتبان بحال شي حادثه عاديه. داك الشيء ديال زلق طاح ومات، ومن بعد ما نوض الروينه في الميريكان بدل السميه ديالو وعلق للبرازيل باش يبعد على الصداع ويبدا حياه جديده. المهم بعد ما جلس في واحد القهيوه بانت ليه واحد خيتنا مراقباه، جابت ليه السربايه قريعه وبان باللي السربايه عجباتو، وغير هي مشات جات البنت اللي مراقبه، جات جلست حداه وجبدات له التليفون ورات له التسجيل ديال الفيديو كيفاش زور الموت ديالو، وقالت ليه خليك الشاف ديالي تقتل واحد الثلاثه بالطريقه ديالك ولا يخلي ضاربوك. صاحبنا القرع ظريف، طلبوا على اي حاجه والله ما يعزها فيك، ودرويش بصح توصل معاه التهديد يخلي ضاربوك، ضرب على جنابه حسب الرجال اللي معاها ودورها في راسو كيفاش يصفيها ليهم كاملين، وجبد التليفون وصور ديك خيتي. البنت بغات تيري فيه هو يقلب عليها الطابله وعطاها ضربه ما بين الوجه نعسها. بقى واحد القرع جا كيجري عنده وعاود ليه بها للراس وغيبو حتى هو تاني شير عليه بموس، هرب منه وسالا معاه في الشوايه. ملي سلخهم ضرب في الكاميرا بانوا ليه وحدين اخرين كانوا جايين وهو ينقز من الصور. ناضت البنت تشوف فين مشى وهي تلقى غير البرد. في الليل غادي نشوفوه مراقبهم وهما كيحاولوا يدخلوا لليخت ديالو فين عايش، خلاهم حتى تجمعوه هو يفرقع كل شيء. قصد الميناء اللي فيه لي كونتونير فتح وحده منهم، ارثر جبد واحد الشنطه والشنطه كتعامره بالباسبورات الفلوس والسلاحات، جبد واحد البيسي دخل فيه الصوره ديال البنت اللي كتمراقباتو وخدا كاع المعلومات ديالها. موراها حرق الهويه ديالو اللي اكتشفوه بها وخدا هويه جديده وقصد تايلاند. مع وصل خونا القرع تما لقى وحده سميتها ماي كتسناه، داتو للدار ديالو ودخل لقاها باقيه كيما مخليها هذه سنوات. فتح الارض لتحت وجبد واحد الشنطه عامره بالسلاحات والبيسيات والباسبورات، دخل المعلومات ديال البنت وقلب على الناس اللي كتخدم معاهم باش يعرف الشاف ديالهم شكون هو. فهاد الوقيته جات ماي كتجري عنده وكتدق عليه، خرج قال ليها اش كاين، قالت ليه باللي واحد الراجل كيضرب مراته وغادي يقتلها. خرج القرع ضرب طليله وقالت له ماي باللي ديما كيتكرفص عليها صاحبنا. القرع ما كيبغيش يدخل في شي حاجه بعيده عليه حيت هاد الشيء كيوجع الراس وما كيجيب غير المشاكل، ولكن ماي بقات فيه. هز الباطو وقصد اليخت ديالهم، غير وصل لقاه كيتكرفص عليها، طلب منه يبعد منه هو يقول ليه ديها في امك. شنو هو امي دار ليه تصط ضربه هنا ضربه ليه، عاود له الوجه وطاح على حديده مات. البنت مسكينه ملي شافت الدم غيبات، لحقات عليه ماي عطى ليها البنت باش تخرجها ومشى يقلب في اليخت، لقى تليفون وباسبور وقلب التليفون لقى فيه التصويره ديالو. الشيء اللي كيعني يا اما البنت ولا خونا اللي مات كانوا مراقبينه. دخل اليخت مزيان وسط البحر، خوا فيه ليسونس وركب في الباطو ديالو وشعل فيه العافيه. رجع للجزيره سول ماي قال لها فين هي ديك البنت، قالت له راها ناعسه لتحت. مع دخل عليها وراها الباسبور ديالها وكانت سميتها جاينا. موراها وراها الصوره ديالو وقال لها اش كدير هذه عندك، بغات تمثل عليه البراءه. صاحبنا طايب حط لها فردي في راسها، قال لها غادي تدوي ولا ندي نطير لك الشقفه ديال الراس ديالك. البنت شافت زينها ما غادي يفيد والو مع هاد السيد وبدات كتدوي وقالت ليه باللي كرين شد عليها شي حاجه وصيفطها هي وداك الساط باش يمثلوا عليه ويجي هو يعتقها وتولي تبغيه ويبغيها، هكا باش يديروا خونا القرع في كرشهم. ولكن الخطه تقلبات كامله. صاحبنا القرع خلاها تولي معاه وقلب الخطه على دارهم، خلاها ترتاح شويه. والنهار اللي موراه غنشوفوهم جالسين وكتعاود له باش كيهددها كرين. قالت ليه باللي راها كانت مكلفه بواحد الملجا ديال ضحايا التجاره في الاطفال. كلشي كان غادي مزيان حتى لواحد النهار كرين خطف ليها واحد الولد صغير عذبو مزيان، ومن بعد ايام لقاتو ميت قدام الباب ديالها. ديك الساعه جا الراجل اللي كيمثل باللي راجلها وقال ليها باللي الا ما عاوناتهمش كرين غادي يصفيها لكاع الدراري كاملين بنفس الطريقه. وهذا الشيء علاش اضطرات تتعاون معاهم. ومن بعد ايام بداو شي رجال ديال كرين كيراقبوهم وحتى هما بداو كيمثلوا عليهم باللي راهم دخلوا في علاقه. صاحبنا القرع كيبان من التصرفات ديالو باللي كيبغيها وغدا غادي يجي يتزوج بها، ولكن في الحقيقه هو مكونترولي راسو مزيان. غير هاد البلان ديال يمثلوا باللي هما مع بعضياتهم ما غاديش يطول. خونا القرع قرر يهرب وفي عوض يقتل دوك الثلاثه قرر يمشي عند هاد كرين ويصفيها ليه. قالت ليه البنت باللي الرجال ديالو ما غاديش يخليوه يوصل ليه، رد عليها باللي ما غاديش يسيقوا الخبر حتى يصفيها ليه. موراها عطاها واحد المكانه وقال ليها باللي راه خلاها ليه باه وطلب منها تحتفظ بها حتى يرجع. والنهار اللي موراه غادي يكونوا يتمشاو في الجزيره حتى غادي يدوروهم الرجال ديال كرين اللي كانوا متنكرين في اللباس ديال البوليس. هي القرع ما يتقاتل معاهم ولكن دوروه بالسلاح. خداو البنت وعطاو له التليفون يهضر مع كرين، دار معاه يتلاقاو. ومن بعد ايام غنشوفوه داخل الفيلا ديالو في بانكوك. قلبته واحد البنت في الباب وقالت ليه يجلس في واحد الكنابي مع حط خونا مسعوده سمع واحد القنبولات اكتيفات، يعني لا حاول يوقف الخبار في راسكم. في هذا الوقت خرج عنده كرين وقال ليه خونا القرع انت اول واحد ندير مع هذا البلان،
اعطيني البنت وخلينا نمشيو في حالنا ومريضنا ما عنده باس. جرين ضحك وقال ليه كتهضر بحال اللي انا اللي جالس على قنبله. لاح ليه الدوسي فيه الصوره والمعلومات ديال الهدف الاول ديالو ما بين ثلاثه، وقال ليه غير تكمل المهمه ديالك وتصفيها لهاد ثلاثه غنرجع لك جاينا ونخليك تمشي. هاد الساط اللي غادي يقتلوه تاجير كبير ديال الاسلحه وهو دابا في واحد الحبس، الشيء اللي كيعني باللي خونا القرع خاصو يدخل الحبس لداخل ويصفيها ليه، ومن يسالي معاه يشرب واحد الجي بي اس باش الرجال ديال جرين يجيو لعندو ويهربوه. من بعد ايام غنشوفوا صاحبنا القرع كيقاد في الخطه اللي غادي يقتل بها داك السيد. السجن اللي كاين فيه جا في واحد الجرف عالي كامل داير بالماء، والماء عامر بالقرش، وحتى لا قدر يدخل لذاك الحبس صعيب يوصل للهدف ديالو حيتاش الرجال ديالو ديما دايرين به وحاضينو مزيان. دا خونا كيقلب على شي مجرم مطلوب حتى طاح في واحد خينا كيشبه ليه. خرج تقدا السم والمعدات اللي غادي يتعاونوا في الهروب، قد السم على شكل مسكه وخبعوه في الكارو، ودار باسبور فيها السميه والصوره ديال داك المجرم المطلوب. موراها خرج رونها في الزنقه. جاو البوليس شدوه، شافوا في الباسبور لقاوه داك المجرم المطلوب. ديك الساعه صيفطوه للحبس بالصفه ديالو هو. هكا قدر صاحبنا يوصل للسجن اللي فيه الهدف ديالو، وقلبوا له ديك المسكه والكارو بصح ما عاقب والو وخلاوه يدخلهم معاه. جرين كان وصى ارثر باش الجريمه تبان بحال شي حادث عادي وما تبانش جريمه قتل، وحدرو لا مشى حتى زقلها وبانت جريمه غادي يسمح فيه تما. داكشي علاش مع دخل بدا كيراقب وكيحاول يعرف الناس اللي عندهم عداوه مع هذا السيد باش يلصقها فيهم. وهما في الساحه ضرب على واحد المبطبط مهرب واحد الموس، بقى حاضي حتى جا وقت الغدا ودفعوا باش ينوض الروينه تما، واستغل الفرصه وسرق ليه الموس ديالو. موراها بقى عاصر على العزوه مستنيه، وفي واحد الصباح الغزوه غادي يكون يتريني والرجال ديالو ملاهيين. هنا قصدو واحد خونا عنده معاه شي حساب، وقف عند راسو يلاه غير يجبد الموت يصفيها ليه. شير عليه ارثر للقلب ديالو، والعزوه ناض مخلوع حيت كان مشى فيها. ناض شكر ارثر حيت عتقو وعرض عليه العشاء، وفي العشيه خداه لعندو شكرو مره اخرى. بقاو كيدويو ويجيبوا في الهضره حتى لواحد اللحظه غفلوا ارثر وقجو بواحد العصا. عيا ما يقاوم والو، صاحبنا دار ليه شدة العمى في الظلمه. ملي غيب خلط السم وشربوا ليه، والرجال ديالو سمعوا شي حاجه طاحت قصدوه. مع الدخله كان ارثر كالاه بواحد العصا بحال اللي الا جالس، وقال لهم باللي ما بغى حد يصدعو وخرج من تما. ما داش بزاف ديال الوقت وهو يخدم الانذار ديال السجن والدعوات رونات. استغل صاحبنا الفرصه، جبد ديك المسكه اللي كانت عباره عن ماده قابله للاشتعال، استق فيها فلاما كانت في الكارو وفرقع على الحيط. جاو الحراس دغيا باش يجدوه، وخونا كان داير واحد الكريمه كتبعد القرش. صرت الجي بي اس وتلح في الماء قبل ما يوصلوا. الرجال ديال جرين كانوا مستنيينه وتبعوا الجي بي اس حتى لقاوه. هكا نجح في المهمه الاولى ديالو. اتصل به جرين باش يطمنوا على جاينا، وقال ليه ما تنساش راه باقي لك جوج ديال الاهداف. موراها صيفط ليه الصوره ديال الشخص الثاني اللي خاصو يقتلو، وقال له عندك 36 ساعه تصفيها ليه ولا غا ودع جاينا. النهار اللي موراه شفنا خونا كيصور المبنى اللي عايش فيه الهدف ديالو ادريان. دوز مده هو مراقب التحركات ديالو، السيكوريتي فوقاش كيدخلوا ويخرجوا، وعرف حتى الهدف ديالو مبلي بالعومان في واحد البيسين منو للحافه. موراها دار راسو بحال غادي يشري واحد البارطما في نفس المبنى، وتلاقى مع واحد السمساره وهي كتوريه غفلها وصور السوارت، وشاف البلان ديال المبنى كامل ومشى في حاله. رجع للدار جبد شي مواد كيميائيه وبدا كيخلط فيها حتى صاوب واحد الجسم كيتمدد منين كتزيد عليه واحد الماده، وكيدير تصدعات في البلاصه اللي مزروع فيها، يعني حيط على قدو يقدر يريبو ويبان بحال اللي طاح بوحدو. والصباح غنشوفوه داخل المبنى، طلع البارطمان اللي ورات له السمساره، فتحها بالساروت اللي زور ودخل تما. فيكسا واحد البره في الوسط، فتح الزاج ولصقوا فيها بالحبوله، هز الماتيريال ديالو وبدا كيتشعبط في المبنى. بقى طالع حتى وصل للبيسين اللي كيعوم فيه الهدف ديالو. جبد شي لعيبات كيلصقوا في الزاج وبقى غادي بهم حتى وصل للنص ديال البيسين. وفي هاد الوقيته غادي نشوفوا صاحب الدعوه ديالو جاي يعوم. جبد ارثر واحد الشينيور ودار واحد الحفره صغيره في القاع ديال البيسين وخشى فيها ديك الجسم اللي صنع. مع طلع ادريان دق ارثر داك الجسم في البيسين تتقب، والماء بدا كيجبد ادريان. ارثر هرب بالحبوله اللي كان رابط وسد موراه الزاج. ادريان عيا ما يتقاتل باش يعلق ولكن ما قدرش، راب به البيسين وطاح منه ومات. ومع سالا ارثر المهمه ديالو، هز الماتيريال ديالو وخلى ادريان مزلع وراه وتحرك من تما. في الليل عطاوه يدير المكالمه ديالو مع جاينا باش يطمن عليها، وفي الوقيته اللي كان المساعد ديال جرين كيقاد الكاميرا غفلاتو جاينا ودوراتها للشرجم. وملي داز لابيل وبدات تهضر مع ارثر دارت براسها كتوريه الساعه، وفي نفس الوقت كتشير ليه على واحد الرقم في الشرجم. فهاد اللحظه عاق بها المساعد وجبدها معاها بواحد المسمنه وقطع الاتصال. ارثر رجع للقطه
بقى زوما على داك الرقم قلب لقاه ديال واحد السفينه في المرسى، الشيء اللي كيعني بلي جاينا محبوسه فيها. كرا هليكوبتر ومشى للمرسى، لقاهم تحركوا من تما، بدا كيدور هو والطيار في المنطقه اللي قريبه حتى لواحد اللحظه بانت ليهم، هز الماتيريال ديالو وتلاح في الماء والطيار تحرك من تما، بقى عاصر حتى وصلوا لعندو. ديك الساعه تعلق فيها، جبد فردي دار فيه كاتم الصوت وبقى داخل كيتسلت، والحارس اللي خرج قدامه كيصفيها ليه. ولكن هذا الشيء ما غاديش يطول بزاف حيت كانوا كتار غمقوا عليه وكتفوه. دخلوه عند جرين، قال ليه انا نعطيك فرصه اخرى باش تكمل المهمه ديالك وتقتل الشخص الثالث، ولكن لا مشيتي حتى عاودتي هذا الشيء غادي نقتل جاينا. النهار اللي موراه كنشوفوه كيدرس الدوسي ديال الهدف الثالث، سميتو ماكس، تاجر اسلحه لاباس عليه وكيعيش في واحد القاعده عمرو شي حد ما دخل فيها وبقى عايش. القاعدة كتبان عادية ولكن في لاكاف ديالها كيجهز ماكس غواصات بصواريخ عابرة للقارات. مشى صاحبنا راقبها، صور شي لعيبات، وفي العشية غادي نشوفوه كينيش على الحراس ديال القاعدة من فوق واحد السبيطار. ضرب واحد منهم في رجلو وطلع يتخبى في الهليكوبتر ديال الإسعاف. الهليكوبتر قصدات القاعدة باش تعتق السيد اللي تضرب، نزلوا تلاهوا معاه تما، استغل خونا الفرصة وسلت ليهم، لصق جهاز كيشوش على الكاميرات ودخل بقى كيصفيها للحراس وخدم جهاز الانذار. وهنا الحراس هبطوا ماكس لواحد الغرفه مامنه باش يخبيوه ويلقاو الداخل. مع سد وراه الباب ودخل يتخبى، لقى ارثر جالس كيتسناه. سولو واش جاي يقتلو، قال ليه ولكن عندي واحد الصفقه احسن. سولو ماكس شنو هي، قال ليه غادي تعاونني نقتل العدو ديال جرين. ماكس شاف بلي هاد البلان غادي يكلفو شويه ديال الفلوس وخاصو يدير براسو ميت، ولكن حسن من انه يموت ديال بصح. داكشي علاش بالزربه وافقوا. النهار اللي موراه غادي نشوفوه داخل المصنع ديال الغواصات اللي داير تحت الارض، مع بعد شويه على الرجال ديالو، مع تفرقعات واحد القنبله تلاح في الماء، تما لقى ارثر دار ليه الاكسجين وخرجو. هكا قدروا يمثلوا الموت ديالو وقنعوا جرين بهذا الشيء. اتصل ارثر بجرين وقال ليه بلي ادى المهمه ديالو وطلب منه يجيب له البنت. جرين كان تفكر شو العجينه وناوي على خزيت. مورا ما سمع بلي ارثر قتل ماكس، صيفط الرجال ديالو يحتلوا القاعده ويسرقوا الغواصات ويقتلوا ارثر. خونا القرع في هذه الوقيته كيكون يوجد باش يصفيها ليهم، حيت هو حياته كامله هو كيتعامل بحالهم وعارفهم غادي يغدروه. مع وصلوا للقاعده باش يسرقوا الغواصات اللي كان خدام عليهم ماكس، مع بدا ارثر كينعس فيهم واحد واحد. شبكه قرطاس وترونات القضيه. وفي هذه الوقيته غادي يكون جرين كيتفرج في الرجال ديالو كيطيحوا واحد مورا واحد. مورا ما صفاها ليهم كاملين، هز واحد الموتور كيغطس به تحت الماء وقصد الباطو ديال جرين، والرجال ديال جرين كانوا حاضين مزيان. طلع ارثر بواحد الموس وبدا كيشلط فيهم، خدا لواحد السلاح ديالو وشبكات قرطاس ثاني. جرين خدا البنت لغرفه القياده وريق الباطو باش يتفرقع منا لثلاثه دقائق. سمح في البنت تمايا وقصد الهليكوبتر باش يعلق. ارثر وصل لعندها، دارها في واحد الكبسوله ديال النجاه، هربها وهو بقى باش يصفي حسابه مع جرين. جرين يلا غيطلع الهليكوبتر مع الفيدور ديالو، خرج ارثر تيرا في واحد البيدو ديال ليسونس وفرقعوا على الفيدور وبدا كيتبادل القرطاس مع جرين. ملي خوا القرطاس كملوها بوكس. ارثر زرب على جرين بالكروشيات، كتفو بواحد السلسله وبدا كيجري من تما. يلاه بعد شويه وكتسمع ديك بوم. من بعد مده وصلت فرق الانقاذ، خرجوا جاينا اللي كانت في كبسوله النجاه، اما ارثر فغبر وما عرفت واش مات ولا قدر يفلت. دازت مده طويله، رجعت جاينا للملجا اللي كانت خدامه فيه وهي متاكده بلي ارثر مات، ولكن واحد النهار وهي خدامه تلقاتو واقف عليها. وفي نفس الوقت غادي يكون ماكس كيعاود الفيديوهات ديال السفينه اللي تحطمات، حتى غادي يبان ليه ارثر خارج من واحد الطرف ديالها، وهذاك الطرف كيتستعمل حتى هو على شكل كبسوله نجاه، وارثر غادي يكون تخبى فيه. داكشي علاش غادي يكون فلت من الانفجار. هكا غادي يكون وهم الاعداء ديالو باللي مات ومشى يعيش الحياه ديالو عاديه. الى عجباتكم القصه ما تنساوش اعجاب، اشتراك وفعلوا الجرس. سلام.